يوم الخميس هو السوق الرسمي للأغنام في مدينة البيضاء، وبما أني زرت المكان فأنا قررت أصور لكم بعض اللقطات وأحكي لكم عن إيجابيات السوق وسلبياتها. كيف حالك يا عم مطلوب؟ الله يديك العافية. كيف السوق؟ الناس والله ماشي معهم. وأول شيء إيجابي هو هذا الرجال الطيب اللي يجيب ترمس مليان ماء بارد ويسقي الناس لوجه الله، جزاه الله خير. يا ضامن يا ضامن يا ضامن، ما بارد من حق الله، اشربوا هنيا. الله يجزيك الخير. هذا الخميس احنا نسقي هنا كل خميس. أسأل الله أن يكتب أجركم. آمين يا الله. جزاكم الله خير. والشيء الإيجابي الثاني هو أن السوق يجتمع فيه ناس من أرجاء البيضاء وأغلبهم من القرى والأرياف النائية، لذلك تلقى في هذا السوق ناس تحس أنهم من بقايا الزمن الجميل، أشكالهم وملابسهم تحس أنها من زمن آخر باقي فيها ريحة الأصالة والعروبة. وبس والله هذه الشيئين فقط هي اللي إيجابيه، ولا الصراحة السوق عبارة عن كومة من السلبيات، أو بلهجتنا دغشة كباريه من السلبيات. أولا مكان السوق غير مناسب إطلاقا، لأنه على الشارع الوحيد اللي يؤدي إلى داخل المدينة. المكان هذا غير مناسب إطلاقا أنه يكون سوق غنم، يعني عرق المسير. شوفوا الزحمة لا وين. تخيلوا انهم يبيعوا ويشتروا وسط الشارع بالضبط، فيسببوا زحمة كبيرة ويعرقلوا الطريق ويأخروا الناس عن اعمالها، وهذه السلبية لحالها تكرهك في السوق وفي يوم الخميس وفي صالح عبد القادر. ثانيا السوق كله دلالين وقماطين، عددهم كبير جدا، لو بغيت تشتري او تبيع يحلقوا عليك 10 منهم، ما عاد تدري من هو المشتري، من هو البياع، من هو القماط، من هو الدلال. ثالثا السوق ما فيه عمال نظافة، لذلك الشارع مليان بعر وعلف وما الى ذلك من مخلفات الغنم. وما عاد بوجع رؤوسكم بذكر السلبيات، المهم انني اتمنى ان تقوم الجهات المختصة ببناء هنجر كبير في مكان بعيد عن الشارع، ويكون هو السوق المركزي، ويكون هناك هيئة تنظيمية ترتب السوق وتهتم انا بدأت اسمع ضحكاتكم لذلك ما عاد بكمل. شكرا لكم والى اللقاء. على الذكران قول لي وش ما تخسر لو سويت اعجاب وتعليق ومشاركة يعني وتابعت الصفحة، وش ما تخسر ها؟